انا صرفت اكتر من 80,000 جنيه على تيكتس كوره في الفيديو ده بس. اول ماتش برشلونه في الليجا لحد الشامبيونز ليج، اهم واقوى ديربي في تاريخ الكوره الكلاسيكو. التيكت بتاعته كلفتني اكتر من 55,000 بصراحه كانت مستاهله كل جنيه انا دفعته، علشان دي كانت من احلى التجارب في حياتي. ماتش الكلاسيكو هنبتدي النهارده بارخص تيكت، ماتش برشلونه وجيرونا، في رغم ان هي كانت ارخص تيكت بس دي كانت اكتر تيكت انا قاعد قريب من اللعيبه. احساس بصراحه ما كانش طبيعي. فيلا بينا نبدا ونبتدي باول ماتش النهارده. تعبت والله، البتاع كله اب هيل ولسه محتاج اطلع السلالم دي. فجر اوف، فيو بجد مش طبيعي. ايوه بقى الفي اي بي بقى، هو الفي اي بي اللي انا مش هقعد فيه يا عم. يا عم بص الكرسي بتاعي فين؟ الملعب اهو، الملعب اهو. لامين يامال هيبقى هنا بالظبط. اوه راشفورد، ديونج. لامين يامال اكيد لازم يطلع في الاخر. لامين اول ماتش في الفيديو بتاع النهارده بدا، وانا الصراحه كنت فاكره هيبقى ماتش مش احسن حاجه، بس طلع اللي هو كان هيبقى احلى ماتش من ناحيه الكوره. انا رحته وفعلا كلامي كان صح لما بدري في اول 10 دقايق جاب جول، وهنا خلاص بقى انا قلت الماتش هيفتح وبرشلونه هتجيب الثاني والثالث والرابع. ما حصل حاجه الاستاد كله اتفاجئ بيها. يا نهار اسود. اوف. بعد جون بادري ب 10 دقايق بالظبط لعيب من جيرونا جاب دبل كيك، وهنا بقى الماتش بدأ يسخن. النتيجة كل ده كان 1-1. برشلونة قعدت طول الماتش عمالة بتحاول ترجع، بس عمالين يضيعوا ولعيبة جيرونا مقفلين عليهم ومعرفوش يجيبوا جون لحد لما حصل حاجة تانية محدش في الاستاد كله توقعها، وده لما اروخو نزل الملعب قبل ما الكورنر يتلعب. فاحنا افتكرنا اللي هو هيلعب الكورنر ويرجع مكانه ورا. بعد لما الكورنر اتلعب اتفاجئنا اللي هو بيلعب مهاجم، واعتقد انتوا عارفين ايه اللي حصل. اخر دقيقة اروخو جاب جون في اخر دقيقة في الماتش بعد الاكسترا تايم. الاستاد كله كان واقف وبيشجع على رجله ومحدش كان بيصدق. الاجواء ما كانتش طبيعية، بس الاجواء دي ما تجيش جنب اي حاجة من اجواء الكلاسيكو اللي في اخر الفيديو. فاستنوا لحد اخر الفيديو عشان تتفرجوا على اجواء الالتراس بتاع ريال مدريد اللي كانوا مولعين الدنيا. قبل ما نروح ماتش الكلاسيكو هنروح ماتش اولمبياكوس وبرشلونة في الشامبيونز ليج. وصلنا الاستاد. لا 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 اقسم بالله كل مره باجي بحس ان اول مره اجي والله. اخر مره كنا قاعدين هنا بالظبط، احنا قاعدين انا هقعد تحت كده. انا كنت فاكر ان انا هقعد فوق، بس يعني ماشي. هو ده الفيو. لامين يامال هيبقى هنا برضه، مش عارف ايه قصتي مع لامين يامال. هو عاوز مني ايه بقى؟ انا عاوز اشوف حد غيره. برشلونة جابت جون في الاوائل خالص الماتش ده بقى. انا فعلا كنت متوقع اللي هو هيفتح بجد، وفعلا ده اللي حصل. برشلونة بدأت تدخل جون ورا جون ورا جون ورا جون، والماتش خلص 6-1. ماتش بقى الكلاسيكو. اهم حته في الفيديو واللي كلكم مستنيينها وهو ماتش الكلاسيكو. فهسيبكم من غير بقى ولا فويس اوفرز ولا اي حاجه، واستمتعوا باللي حصل في ماتش الكلاسيكو. ماتش النهارده مش زي اي ماتش روحته ولا هروحه اصلا. احنا دلوقتي في مدريد والكلاسيكو كمان بالظبط ساعتين. انا الصراحه انا بشجع برشلونه، بس انا اشتريت تيشيرت مدريد علشان مش عارف ليه الصراحه، بس قلت اخش في الاجواء وبتاع وما اتضربش برضو عشان انا قاعد مع جماهير ريال مدريد. بس يعني في حته برشلونه هنا. الماتش ده هيبقى سخن قوي 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 قوي، لان لامين يامال عمال بيبق على الانستجرام ومنزل ستوريات. هنروح بتاكسي بقى علشان المترو هيبقى زحمه موت. وصلنا الاستاد اهو، الدنيا زحمه موت. الساعه اصلا لسه 2 والاستاد من بره شكله مش طبيعي. الدنيا زحمه موت. رايحين للالتراس. الالتراس هناك اهو.
حبيبي هكلمك. الالتراس هم هناك بتوع ريال مدريد. نحاول دلوقتي نخش اكتر عندهم. شكلهم هيعملوا حاجة مجنونة مش عارف ايه. ماشي احنا مشينا بقى. انا الجيت بتاعي 64 اهو. الاستاد اهو. الاجواء مش طبيعية. هنروح دلوقتي نخش الاستاد علشان بيبقى زحمة، عشان نلحق في الفاضي. الاستاد زي ما انتم شايفين اجواء فجرة. 64 انا مش قادر استنى، هموت واشوف الفيو عامل ازاي. ماتش النهارده مش طبيعي، الاجواء مش طبيعيه. انا التيكت دي شاريها ب 50,000 جنيه. لو برشلونه خسرت الصراحه مش هتضايق، مش هتضايق خالص. كده عايز برشلونه تكسب الصراحه، بس انا اصلا لابس شيرت من ريال مدريد وبتاع، لان انا فعلا مش فارقاني الماتش، مش فارقاني مين يكسب. ما نجحش الاجواء، انا دافع 50,000 جنيه مش فارقاني بقى، مش هزعل نفسي بقى على برشلونه ولا على ريال مدريد. طز في الاثنين، انا عاوز انبسط. هو ده كده الدخول بتاع الاستاد. استاد ريال مدريد لسه متجدد، والاستاد الصراحه فاجر. بس انا لحد دلوقتي عمري في حياتي ما دخلت البرنابيو من جوه، وبالذات وهو متجدد كمان. بس احنا شكلنا هنقعد فوق شويه، احنا في المكان اللي قبل الاخير، يعني احنا مش اخر ناس فوق، لا احنا قبل اخر ناس. يلا مدريد. كنا الاستاد دلوقتي، مش عارف بصراحه احنا المفروض نقعد فين يعني. لا 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 لا. اوف يا نهار اسود، يا نهار اسود. انا مش مصدق اقسم بالله، والله بجد مش مصدق. الحمد لله، والله مش هقدر اقول غير الحمد لله. انا من سنه بالظبط 50,000 جنيه دي كنت يعني عمري ما اتخيل انا كنت عادي هشتري تيكت ب 50,000 جنيه كده عادي من غير ما افكر. اكيد كده الصراحه فكرت شويه، فكرت كتير بقى بس رحت والحمد لله انا هنا. وزي ما انتم شايفين الاستاد اهو شكله مش طبيعي. انا حاسس ان هقع على وشي. العيال الاستاد مش طبيعي. هنا 1 2 3 4 5. الاستاد مش طبيعي، انا مش قادر اصدق عيني اقسم بالله. الكراسي بصوا حاطين على الكراسي حاجات علشان نرفعها، فانا مش قادر استنى الصراحه. اول ما الماتش يبدا الاستاد كله هيبقى رافع الحاجات دي، هيبقى شكله جاحد. اللعيبه هي بتسخن هناك، حاطين بصوا عند كل كرسي حاجه حد يرفعها. الاستاد هيبقى شكله مش طبيعي. جماهير برشلونه هناك خالص، هم عندهم حته صغيره قوي الصراحه، يعني هم ظالمينهم بزياده. كان نفسي اقعد معاهم هناك الصراحه، بس الاجواء هنا هتبقى فاجره بصراحه. الاجواء هنا كله هيبقى بيشجع، والالتراس تحتينا. لا الاجواء هنا هتبقى فاجره. لعيبه برشلونه طلعت والاستاد كله بيصفر. الصوت هنا عالي بغباء، يعني عكس استاد برشلونه التعبان ده، الصوت هنا عالي قوي. فين لامين يامال؟ اهو لامين يامال اهو بينطط الكوره. لامين يامال اصلا بقاله اسبوع عمال بيبو. لسه 10 دقايق الماتش هيبدا. لامين يامال لامين يامال عامل قلق والله. المفروض نرفع الحاجات دي.
الماتش خلاص هيبدأ. ريال مدريد سامعين الصراحة، بس الاستاد بتاعهم جماهير برشلونة تعبانة أوي أوي. الماتش بقاله دقيقتين بس. مش بنتي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله مش بنالتي. يا لهوي كنت هزعل قوي لو كانت بنالتي في اول 4 دقايق كده، كانت تبقى وحشه قوي. اول ما بتيجي مع لامين يامال الاستاد كله بيزمر، يعني اي لعيب تاني ما بيجيله كوره عادي، لامين يامال اول ما الكوره بتجيله بصوا اول 10 دقايق في الماتش اهو برشلونه الصراحه ماسكين الملعب، يعني ريال مدريد لحد دلوقتي ما جوش. ريال مدريد فاقوا دلوقتي. اوفسايد الحمد لله 0-0. يا لهوي قلبي وقع في حته مش ظريفه اقسم بالله. يا لهوي الحمد لله الحمد لله الحمد لله. دلوقتي عماله بتروح بكور كتيره ويعني نوعا ما هم اللي ماسكين الماتش حاليا. ايوه 1-1 يا ابن الحاوي هموت واحتفل مش قادر. هموت واحتفل مش قادر اقسم بالله مش قادر. هموت واحتفل يا دين كده. واحد يا ابن الحاوي بعشق امك بعشقك في المية نقص يا ابن الحاوي.
الشوط الاول خلص. الصراحه الشوط الاول كان فاجر. هو الجون بتاع ريال مدريد حرام والله، اقسم بالله حرام. يعني 1-1 خلاص، قلت هنرجع وبتاع، جابوا جول وراها على طول. الماتش لسه ما خلص. يعني شفت برشلونه السنه اللي فاتت كانت عادي تلاقيها في اخر 10 دقايق بتجيب جون واثنين وثلاثه. بص الجون حرام والله. جون بص هو اصلا خابط، ده بيديله بالكوع في وشه. يلا يا ابني. دي كانت حلوه، دي كانت حلوه الصراحه. عاوزهم بس يرجعوا. اللعيبه نزلت. بيشوفوا الفار دلوقتي عشان احتمال يبقى في بنالتي لريال مدريد. لو ريال مدريد جالها بنالتي وجابوها اعتقد الماتش خلاص يعني. المشكلة عند كوبا بيضيعها عشان ابوها هيشوط على الشمال، هيشوط على الشمال. انا قلت لك ايه؟ انا قلت لك ايه يا شيزني؟ والله يا شيزني انا قلت لك ايه؟ قلت لك على الشمال. اسمع كلامي بقى، اسمع كلامي. ماشي ماشي والله فيها. انا فيها ان احنا نرجع يا رب، بس ما يجوش يجيبوا جول دلوقتي تاني تبقى 3-1 تبقى ظريفه خالص. طلعها طلعها. ماشي يلا بينا يلا بينا يلا. راشفورد بصراحه بيشوطهم حلو، بس دي انا اتوقع اللي هو شوطه زباله، مستحيل تيجي، مش هتيجي. قرار غبي الصراحه. طلع مشي اصلا في الملعب. قريبه موت. ما اعتقدش ان برشلونه هتجيب جول الصراحه. كده الصراحه لازم يبقى في على الاقل 5 دقايق اكسترا تايم على الاقل. الماتش ده كتير قوي. لو برشلونه جابت جول التعادل احسن من ما فيش، يعني احسن من الخساره. مين اللي هياخد واحد؟ عادي عادي عادي، محرومين محرومين عادي. الماتش خلص 2-1 لريال مدريد. برشلونة خسرت بس بصراحة اكسبيرينس فاجر. يعني انا انبسطت قوي الاسبوع ده بصراحة. الاسبوع ده صراحة يعني قرب ال 100,000 جنيه. انا الصراحة مش قادر استنى نفسي بجد. انا والله لو كان حد قال لي ان انا هصرف 100,000 جنيه في اسبوع من بالظبط سنة مستحيل اصدقه. قلت كده الحمد لله، لان انا لو ما كنتش معتمد على نفسي، لو ما كنتش بعمل فلوس لنفسي، كان مستحيل اقول لاهلي هاتوا 50,000 جنيه اروح بيهم ماتش.
ما اشتموش الصراحه. حتى انا ما كنتش اصلا هطلب منهم عشان عارف الرد هيبقى لا. بس احسن حاجه ان انا الحمد لله بعمل فلوس لنفسي وسن صغير، بعرف اكسبيرينس حاجات زي كده. فلا اي حد عاوز يبدا حاجه او عاوز يبتدي يعمل فلوس، صدقني ابدا، واهم حاجه انك تبدا اصلا. بس 50,000 جنيه كنت هعمل بيها ايه يعني؟ الفلوس بتروح وتيجي، واحنا بنعمل فلوس عشان نفضل محوشينها، في الاخر بنعمل فلوس عشان نصرفها اصلا مش عشان نحوشها. كده لازم تحوش وتنفست، ده طبعا كده مليون في المية صح يعني. لسه واصلين برشلونة حالا. ملخص كده ماتش الكلاسيكو. لامين يامال مش هقول هو السبب، بس يعني عمل حاجة ملهاش أي ستين لازمة. الحاجات اللي هو قالها قبل الماتش، الستوريز اللي هو نزلها، ما عملتش أي حاجة غير اللي هي خلت اللعيبة بتاعت ريال مدريد تركز معاه أكتر. فبدل ما هم كانوا هيعاملوه زي أي لعيب تاني أو زي أي مرة بيلعبوا بعض، هم ركزوا عليه بزيادة. فده طبعا يعني مش أثر علينا، ده بهدلنا المدينة كلها. احنا أقسم بالله أول لما كان بيجيله الكورة الاستاد كله بيصفر لامين يامال، بس مش أي لعيب تاني. أول لما لامين يامال يجيله الكورة كل الاستاد كله بيصفر عادي. دي مش فارقالي يصفروا بقى يصرخوا، مش فارقالي. الفكرة اللي هو خلى مدريد يفوق أكتر علينا، سخنهم. بس كده كده برشلونة كان عندها غيابات كتيرة قوي، انهم هانسي المدرب اصلا. بس يعني احب اقول لجماهير ريال مدريد الدوري لسه طويل والبقاء للاقوى.